مصر والأرجنتين مش كل جون بيتحسب ومش كل ماتش بيتلعب. الفيديو ده للتوثيق للأجيال اللي جاية عشان تعرفوا إن إحنا كنا قادرين نوصل، بس الظلم والمحسوبية والفيفا وأهوائها حرمتنا وحرمت شعب كامل من فرحة كبيرة. إحنا كنا الأحق وإحنا كنا الأقدر، بس صدقوني مش كل حاجة بتروح للي أفضل. مصر كانت كسبانة الأرجنتين 2-0 وميسي والأرجنتين كان بره كأس العالم، والحلم كان على بعد دقايق، وفجأة جون يتلغي والفار يتحرك بسرعة ضد مصر والأرجنتين تلعب بعنف مبالغ فيه والحكم ساكت ولا كأنه واخد باله. ولما أي لاعب مصري يلمس أي لاعب أرجنتيني فاول في منت. طب إيه اللي حصل؟ القصة بسيطة. البطولة دي يا جماعة ب13 مليار دولار، وأبطالها مش بالصدفة، وسوقها ماشي بإيد ناس معينة. مصر دخلت وداست وكسرت الدنيا، وفجأة الحكم اتغير والفار اتقلب والقصة رجعت لمكانها اللي الكل أو الناس اللي فوق عايزينه. السؤال الحقيقي، مين كان هيخسر لو مصر كسبت؟ يا جماعة مصر ما كانتش بتلعب ماتش عادي. مصر كانت بتلعب قدام الأرجنتين، قدام حامل اللقب، قدام ميسي، قدام الفريق اللي العالم كله كان مستني يشوفه مكمل ويوصل للنهائيات. بس مصر دخلت الماتش وعملت اللي محدش كان مستنيه. مصر اتقدمت ومصر بقت مش 1 لا 2-0، وميسي فعلا كان على اعتاب الخروج، والارجنتين كانت بتتفرج على الكابوس اللي في اسوأ احلامها ما كانتش تتخيله. ودي ما كانتش مجرد خسارة كروية، دي كانت ازمة تسويقية كبيرة جدا. انهيار الاعلانات وصدمة لسوق مراهنات وانهيار الرواية اللي البطولة كلها كانت بتبنيها للناس. الرواية كانت بسيطة جدا، ميسي يكمل والأرجنتين تكمل والبطل يفضل موجود والإعلانات تفضل شغالة والرعاة يفضلوا مبسوطين والسوق يفضل ماشي. لكن مصر دخلت وقالت لا، احنا مش كومبارس، احنا مش جايين نكمل صورة ميسي، احنا جايين نلعب ونكسب. وهنا بقى الماتش خرج من الكورة ودخل في منطقة الفلوس والمصالح. خلونا بقى نفهم حجم اللعبة بجد. كأس العالم 2026 مش مجرد كورة ومدرجات وجمهور، دي ماكينة مالية ضخمة جدا. فيفا داخلة على دورة مالية والبطولة وحدها مقدر ليها تجيب 8.9 مليار، حقوق البث وحدها 4.2 مليار، التذاكر والضيافة 3 مليار، والتسويق والرعايات 2.7 مليار دولار. فوربس قالت ان كاس العالم 2026 بيولد حوالي 10.5 مليار دولار انفاق اعلاني خلال فترة البطولة بس. يعني الاعلانات حوالين البطولة لوحدها بقت اقتصاد كامل. كل دقيقة في البطولة ليها تمن، وكل لقطة ليها تمن، كل دمعة وكل احتفال وكل قصة بقى منتج بيتباع. فتيجي مصر منتخب عربي وافريقي وتبقى قريبة ان هي تطلع ميسي. ده مش بس خروج لاعب، ده خروج حملة اعلانية كاملة، خروج قصة البطولة، خروج اسم بيجيب مشاهدات ومتابعات ومبيعات. عشان كده كان لازم نسأل، هل المنظومة دي كانت مستعدة تخسر ميسي على ايد مصر؟ ميسي مش لاعب بس، ميسي اعلان وبوستات وتيشيرتات ورعاية وترند. ميسي يعني ملايين المشاهدات. فوربس بتقول ان ميسي كسب في مسيرته حوالي 1.8 مليار دولار داخل وخارج الملاعب. عنده رعايات ضخمة وعلاقات تجارية كبيرة، على سبيل المثال مثلا اديداس اللي ليه معاها رعاية مدى الحياة. وتقرير السوشيال ميديا قالت ميسي عنده حوالي 506 مليون متابع على انستجرام بس. تخيلوا ان قيمة البوست الواحد على الانستجرام لميسي بتوصل قيمته ل5 مليون دولار. منتخب الارجنتين كلاعبين عندهم حوالي 647 مليون متابع على انستجرام. يعني لما مصر كانت متقدمة 2-0، مصر ما كانتش بس بتطلع الأرجنتين، مصر كانت بتطلع واحد من أكبر المنتجات التسويقية في العالم. ميسي مش بس لاعب، ميسي سوق، ومصر كانت على بعد دقايق من إنها تقفل السوق ده. وهنا تبدأ تفهم ليه كل حاجة بعد ال2-0 بقت غريبة. ليه الحكم ما بقاش شايف غير ناحية واحدة؟ ليه الفار بقى بيشتغل في اتجاه واحد؟ ليه الهدف بيتلغي؟ وليه اللقطة لمصر بتعدي وللأرجنتين لازم ترجع؟ تعالوا نشرح بقى جزء تاني وهو المراهنات. قبل ماتش مصر والأرجنتين شركات المراهنات كانت شايفة ان الأرجنتين شبه كسبانة،
يعني اللي يحط فلوسه على الأرجنتين مكسبه كان قليل جدا، لكن اللي يحط فلوسه على مصر كان ممكن يكسب حوالي 10 و20 ضعف فلوسه. يعني ببساطة لو واحد حط $100 على مصر ومصر فعلا كسبت، كان ممكن يكسب حوالي $1000. ولو واحد حط $1000 على مصر كان ممكن يكسب $10,000 ربح. والكلام ده كان قبل الماتش، لكن أثناء الماتش لما مصر كانت كسبانة 2-0 الدنيا اتقلبت والأرجنتين بقت واقعة. ميسي كان خارج والسوق اتجنن. فوكس سبورتس ذكرت ان الارقام المراهنات اثناء الماتش وصلت لحظة ان الارجنتين لو رجعت وكسبت العائد كان حوالي 20 ضعف، ولو كملت بعد كده وخدت البطولة العائد ممكن يبقى حوالي 45 ضعف. وبعد ما الارجنتين رجعت وكسبت مصر عائد فوزها بالبطولة نزل وبقى حوالي 4 اضعاف بس. يعني تخيل واحد حاطط $1000 على الارجنتين وهي خسرانة 2-0 والعائد اكس 20، ولو الارجنتين رجعت وكسبت يكسب $20,000 مقابل $1000 بس. طبعا مكاسب خرافية، ودي أرقام تخليك تفهم إن كل دقيقة في الماتش كانت فلوس، مش بس كورة، مش بس أعصاب، مش بس جمهور، ده سوق كان بيتحرك مع كل لمسة. خلونا بقى ناخدها بحسبة بسيطة جدا. لو $10 مليون اتحطوا عالميا على مصر بعائد اكس 10، شركات المراهنات كانت ممكن تدفع حوالي $100 مليون ربح، وده في حالة إن مصر كسبت. ولو $50 مليون اتحطوا على مصر بنفس العائد، الكلام هنا ممكن يوصل ل$500 مليون ربح. ودي أرقام مش رسمية، بس الأرقام دي عادي جدا تتحقق حاليا في سوق المراهنات. وأنا طبعا شخصيا بأكد إن كل شيء يخص المراهنات هو حرام ومغامرة كبيرة ومستحيل يكون فيها أي مكسب. وأتمنى تكون الفكرة وضحت. مصر لو كسبت مش بس كانت هتطلع الأرجنتين، مصر كانت هتقلب سوق المراهنات بالكامل. وفي الناحية التانية لما الأرجنتين رجعت من 2-0 وكسبت، ناس دخلت على عائد اكس 20 وفعلا كسبت مكاسب ضخمة جدا. السوق اتعدل وميسي رجع للقصة والأرجنتين رجعت البطولة. يعني السوق كان بيصرخ ومصر متقدمة. عايز حضرتك تتخيل البطولة اللي المفروض تحمي نزاهة اللعبة بقت شريكة رسميا في سوق التوقعات أو سوق المراهنات. يسموها توقعات، يسموها تفاعل جماهيري، لكن في الآخر في فلوس بتتحرك على النتيجة. فيفا عملت كارثة في شهر إبريل سنة 2026 بإعلانها مع شراكة مع شركة ADI، وسمتها أول شريك رسمي لفئة سوق التوقعات في كأس العالم. يعني فيفا نفسها دخلت رسميا منصة التوقعات اللي قريبة جدا من عالم المراهنات. وسبورتس برو شرح ان اسواق التوقعات دي بتخلي الناس تتداول عقود مرتبطة بنتائج واحداث المباريات. منتقدين شايفينها شكل قريب قوي من القمار. وكمان SBS نيوز قالت ان NEDA Predicts Trade واجهت مشكلة في ألمانيا بسبب التراخيص، لأن هم فعلا بيعتبروها شركات قمار، وتم حجب الوصول للمستخدمين الألمان بعد تدخل جهة تنظيم المقامرة هناك. يعني فيفا بقت جوه دائرة التوقعات رسميا، تسميها بقى توقعات، تسميها مشاركة جماهيرية، تسميها تفاعل، لكن في الآخر في ناس بتكسب وتخسر على النتيجة. وعشان كده لما نقول إن ماتش مصر والأرجنتين كان حوالينه فلوس ومصالح ومراهنات، إحنا ما كناش بنبالغ. في تقارير فعلا ظهرت وقالت إن الفيفا وشركات المراهنات بسبب نتيجة مصر والأرجنتين لو كان الماتش طلع بنفس النتيجة دي كانوا هيتكبدوا خسائر لا معقولة. عشان كده النتيجة كان لازم تطلع بالشكل ده. وبعد الماتش حسام حسن هاجم التحكيم ورفع بإيده علامة اللامساواة، وقال إن مصر تعرضت لظلم وإن النتيجة اتأثرت بعوامل داخل الملعب وخارجه. حسام حسن قال كمان إن في دعم تسويقي للأرجنتين وميسي، وإنهم عايزين بطل العالم وميسي يفضلوا في البطولة. وكمان اللاعب مصطفى زيكو قال إن الحكم كان ضد مصر من بداية الماتش وإنه ضيع مجهود أمة كاملة، ووصف البطولة إنها متوجهة. الاتحاد المصري لكرة القدم قدم شكوى رسمية وقال إن قرارات الحكم والفار أثرت على نتيجة المباراة، وإن في أسئلة كبيرة حوالين العدالة والشفافية. يعني الكلام ما كانش بس من جمهور، الكلام كان من مدرب المنتخب ومن لعيبة جوه الملعب ومن اتحاد الكرة نفسه. وده مهم جدا، لأن لما الجمهور يقول اتظلمنا ممكن حد يقول الجمهور متعصب، لكن لما المدرب يقول واللاعب يقول والاتحاد يشتكي يبقى في حاجة غلط بجد. ومش بس المصريين اللي اتكلموا. روني جرين حارس انجلترا السابق قال ان لقطة الغاء هدف مصر بعيدة جدا عن مكان الهدف، وان مش عشان كده اتعمل الفار.
مارك كلاتنبرج الحكم الانجليزي المعروف قال انه مش شايف ان اللقطه كانت فاول اصلا، وقال كمان ان الفار ما كانش لازم يتدخل عشان يلغي هدف مصر، وقال ان ده اصلا مش قرار الفار. برناردو جيريرو حكم دولي سابق اشتغل في كاس العالم سنه 2022 قال ان الحكم والفار غلطوا في الغاء هدف مصر، وان القرار كان اصلا ضد بروتوكول الفار، لان الارجنتين كان عندها وقت ومساحه وفرص تستعيد الكرة مرة تانية. وتقارير نقلت ان جوزيه مورينيو وصف اللي حصل بانه سرقة في واضح النهار، وغيرهم. يعني لما كل دول يتكلموا عن المشكلة يبقى الموضوع مش احنا زعلانين، يبقى فعلا في حاجة غلط. اللي شاف الماتش حس بحاجة واضحة، الأرجنتين كانت بتلعب بعنف مبالغ فيه، زق واحتكاكات تقيلة وتدخلات قوية وضغط على الرجول، والحكم كان عامل نفسه من بالها. لكن اللاعب المصري يلمس أي لاعب أرجنتين على طول صفارة، مصر أول ما تطلع بهجمة على طول فاول، وأي لاعب أرجنتيني يقع الماتش طبعا يقف في الحال. ودي مش غلطة واحدة، ده إحساس إن الحكم كان بيحكم بميزانين، ميزان للأرجنتين وميزان لمصر. لو مصر عملت نفس التدخلات اللي الأرجنتين عملتها كان الماتش وقف كل دقيقتين، لكن لما الأرجنتين تعملها تبقى روح قتالية، ولما مصر تلمس تبقى مخالفة. وده بيخلي الجمهور يحس إن الماتش ما كانش متكافئ، مش 11 ضد 11، ده 11 ضد حكم وضد فار وضد سوق وضد قصة لازم تكمل من ناس كبار. قبل الماتش حسام حسن اتكلم عن فلسطين وغزة، وقال ان اللي ما يحسش بمعاناة الفلسطينيين يبقى فقد جزء من انسانيته، وطلب من الرياضيين والصحفيين يوصلوا صوت الفلسطينيين. الكلام ده اتقال في تقارير دولية، واتقال انه رجع السياسة للبطولة مرة تانية، والمقصود هنا طبعا كاس العالم. وفي تقارير كتير قوي قالت ان دعم حسام حسن للفلسطينيين سبب غضب كبير قوي في الاعلام الاسرائيلي. خلينا نسأل السؤال اللي محدش يحبه، لو مصر كسبت الارجنتين وميسي فعلا خرج وحسام حسن طلع تاني يتكلم عن فلسطين، او لو علم فلسطين ظهر تاني في قلب مشهد عالمي زي ده، هل ده هيبقى مريح للفيفا ولصانع القرارات جوه الفيفا؟ احنا مش بنقول ان في ورقة رسمية قالت خرجوا مصر عشان فلسطين، لكن بنقول انه كان هيضيف طبقة تانية من التعقيد لما مدرب عربي يرفع صوت فلسطين وبعدها يبقى قريب جدا انه يخرج ميسي والارجنتين. المشهد ده ما كانش هيبقى مريح للوبيات السياسية والاعلامية المؤيدة لاسرائيل، والكرة للأسف ما بقتش بعيدة عن السياسة. جياني انفنتينو عمل من فيفا شركة عملاقة. يورو نيوز قالت ان توسيع كاس العالم ل 48 منتخب رفع ايرادات فيفا لارقام قياسية حوالي 13 مليار دولار، ووصفت انفنتينو بانه جعل فيفا ماكينة فلوس. الغارديان نشرت عن حملة اسمها اعادة تشغيل فيفا، طلبت بتحقيق مع ادارة انفنتينو واستغضب من اسعار التذاكر والحوكمة والشفافية وعلاقة فيفا أصلا بالسياسة. وكمان في جدل حوالين استراحات الترتيب في كأس العالم 26، وفي تقارير قالت إن الفواصل دي ممكن تسمح بإعلانات إضافية ويقدر ثمنها ما بين 250 مليون و 600 مليون دولار للبث، رغم إن انفنتينو قال إن فيفا لا تحقق إرادة الإضافية مباشرا منها. يعني فيفا بقت بتبيع كل حاجة، الماتش والاستراحة والإعلان والتوقيع وحتى اللقطة والترند، حتى لحظة شرب المية بقت ممكن تبقى إعلان. وهنا تسأل نفسك، لو كل حاجة اتباعت إيه اللي فاضل من نزاهة اللعبة؟ تعال بقى نربط الصورة كاملة عشان نفهم مع بعض. إعلانات بحوالي 10.5 مليار، رعاية وتسويق بمليارات، وميسي عنده أكتر من 500 مليون متابع على انستجرام بس. الأرجنتين قوة تسويقية ضخمة جدا، مراهنات اتقلبت لما مصر كانت متقدمة. فيفا نفسها عندها شريك رسمي في سوق التوقعات. حسام حسن اتكلم عن فلسطين، الحكم والفار قراراتهم كانت رايحة في اتجاه واحد، وخبراء عالميين قالوا ان الغاء هدف مصر كان خطأ او غير مناسب للفار. وبعد كل ده يجي واحد يقول لك اصل دي صدفة. لا يا جماعة، الغلط مرة صدفة، الغلط مرتين ممكن يبقى سوء تقدير، لكن لما كل القرارات المهمة تمشي في اتجاه واحد ده يبقى نمط. والنمط هنا كان واضح جدا، الأرجنتين لازم تكمل، ميسي كان لازم يكمل، والسوق كان لازم يفضل شغال، ومصر كانت واقفة في الطريق. صحيح النتيجة خلصت 3-2 للأرجنتين، بس الورق عمره ما كان الحقيقة كلها. الورق مش هيقول ان مصر كانت متقدمة 2-0، مش هيقول ان ميسي كان بره البطولة، مش هيقول ان هدف مصر اتلغى بقرار انتقدوا حكام وخبراء، مش هنقول ان لقطة صلاح عدت، مش هنقول ان العنف الارجنتيني اتساب، مش هيقول ان حسام حسن قال ان في دعم تسويق لميسي، مش هيقول ان زيكو قال ان البطولة متوجهة، مش هيقول ان خروج الارجنتين
كان ممكن يضرب سوق وإيرادات بالمليارات. الأرجنتين كسبت النتيجة لكن مصر كسبت الشرف. الأرجنتين عدت لكن مصر فضحت الطريق اللي عدت منه. وفي فوز بيصنع بطل وفي فوز بيكشف منظومة. فوز الأرجنتين على مصر في عين ملايين من الناس مش فوز بطل، ده فوز متغطي بالفار وبالصفارة وبمصالح أكبر من الملعب. وفي الآخر اللي يوجع مش إن مصر خرجت، اللي يوجع إن الكورة اللي كانت فرحة الغلابة خربوها. زمان كنا بنتفرج على الكورة عشان نفرح، عشان ننسى الهم، عشان نحس إن في 90 دقيقة ممكن العدل فيها يكسب الأحسن. لكن دلوقتي حتى الكورة دخلوها في السوق، مراهنات وإعلانات ورعايات وسياسة وتوقعات ولوبيات ومليارات. طفل مصري كان شايف بلده متقدمة على الأرجنتين 2-0، كان شايف ميسي بره وكان مستني فرحة عمره، وفجأة قالوا له استنى الفار، استنى السوق، استنى الإعلان واستنى السيناريو. الشعوب الغلبانة حتى فرحتها بقت محسوبة. لو فرحتك ضد مصلحة الكبار الفرحة دي بتتلغي. لو حلمك ضد السوق الحلم ده بيتفور. لو بلدك الصغيرة اللي بتكافح قربت تكسب يفتكروا ان في قصة اكبر لازم تكمل. مصر خسرت النتيجة لكن ما خسرتش شرفها. الارجنتين كسبت على الورق لكن الورق عمره ما كان الحقيقة كلها. الحقيقة ان مصر كانت قريبة جدا، قريبة تطلع ميسي، وقريبة تكسر السوق، قريبة تفرح شعب كامل، قريبة تقول للعالم ان المنتخب العربي الافريقي مش كومبارس لكن في بطولة بقت بالمليارات، وفرحة الغلبان ملهاش مكان. وعشان كده نقولها مش كل اللي بيكسب بيبقى بطل ومش كل اللي بيخسر بيبقى مهزوم. مصر والأرجنتين مش كل جون بيتحسب ومش كل ماتش بيتلعب. سلام عليكم.